الجماز: الصحيفة الإسبانية غير صادقة. المريسل: المشروع الرياضي السعودي هو مشروع كل السعوديين. القحطاني: شكرا لابورت ولا عزاء لأعداء الوطن. المرشود: حديث مهم وكبير للأسطورة العالمية كريستيانو رونالدو، حديث يستحق أن تستمع له أكثر من مرة. خالد الشعلاني: أفضل لاعب بالعالم يمدح الدوري السعودي ويقول بأنه أفضل من الدوري الفرنسي. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. إليكم التفاصيل. علق الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز على خروج لاعب النصر لابورت لنفيه تصريحات صحيفة آز الإسبانية. وكتب الجماز عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: سرعة التوضيح تكشف كذب صحيفة آز الإسبانية، شكرا لابورت. علق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل على تصريحات لاعب النصر لابورت. وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الكابتن لابورت: المشروع الرياضي السعودي هو مشروع كل السعوديين بمختلف الميول ومساسه هو مساس لهم جميعا. وتابع: نحتاج توضيح كامل عبر المركز الإعلامي لنادي النصر لمقابلتك، خاصة أنك لم تنفي المقابلة بل تؤكد أن الترجمة خاطئة. علق الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني على مقطع لاعب النصر لابورت الذي كذب فيه التصريحات التي ذكرتها صحيفة آز الإسبانية. وكتب القحطاني عبر حسابه على منصة إكس قائلا: لابورت: أنا سعيد في السعودية ونادي النصر والناس هنا رائعون. وتابع القحطاني: شكرا لابورت ولا عزاء لأعداء الوطن الذين تلقفوا مثل هذه التصريحات المكذوبة للإساءة لبلدنا. وأتم القحطاني قائلا: خبتم وخابت مساعيكم. علق الإعلامي الرياضي علي المرشود على تصريحات لاعب النصر كريستيانو رونالدو. وكتب المرشود عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: حديث مهم وكبير للأسطورة العالمية كريستيانو رونالدو عن عدد من الأمور المهمة والتي تتعلق في المنافسة القوية في دوري روشن السعودي، حديث يستحق أن تستمع له أكثر من مرة حتى لو لم تكن تحب هذه الظاهرة، لكنه حديث الخبير بكرة القدم. وجه الناقد الرياضي خالد الشعلان سؤالا لإعلام الهلال بعد تصريحات لاعب النصر كريستيانو رونالدو. وكتب الشعلان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أفضل لاعب بالعالم يمدح الدوري السعودي ويقول بأنه أفضل من الدوري الفرنسي. السؤال: هل يستطيع إعلامي هلالي يغرد الآن بهذا المقطع؟ عليكم سؤال كل إعلام نفر. أفضل لاعب بالعالم يمدح الدوري السعودي ويقول بأنه أفضل من الدوري الفرنسي. علق الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني على تصريحات لاعب النصر كريستيانو رونالدو. وكتب القحطاني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: لكي تعرفون عقليات بعض من ابتلينا بهم في إعلامنا الرياضي، شاهدوا طريقة تعاملهم مع تصريحات اللاعبين الأجانب. وتابع: عندما تحدث كريستيانو رونالدو بإيجابية عن بلدنا ورياضاتنا تجاهلوه بل وبكل بجاحة هاجموه. وأضاف القحطاني: وفي المقابل عندما يكون هناك تصريح غير إيجابي يتناقلونه ويبرزونه للإساءة لناديه.